بيحكي فيلمنا النهاردة عن لافلي سينج، الحارس الشخصي لبنت اسمها ديفيا بيأجروا أبوها علشان يحميها. وبتحاول ديفيا تتخلص من لافلي على قد ما تقدر علشان عاوزة تعيش حياة طبيعية زي أصحابها، لكن القدر كان ليه رأي تاني. يا ترى هيحصل إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض. بيبدأ ملخصنا مع واحدة بتحكي عن قصة حبها هي وجوزها اللي بدأت من محطة القطر، وبنشوف واحدة وجوزها لسوء حظهم بيعملوا حادثة بالعربية في منطقة اسمها جيسنبور، وبتكون حامل. جوزها بيموت وبتفضل مرمية على الطريق وحالتها خطيرة لحد ما بيعدي واحد طيب اسمه سرتاج رانا بيشوفها وبياخدها المستشفى. وبالنسبة لرانا فهو شخص عادل قصره بيلجأ ليه كل الناس المظلومين، وبالنسبة لهم القصر بتاعه زي المحكمة، حتى المجرمين بيقفوا فيه وبيتحاسبوا على أخطائهم. وفي يوم بتروح له واحدة اسمها رينا وبتترجاه ينقذ بنتها لأنها مخطوفة من قطاع الطرق، وبيسألها رانا لو تعرف مين اللي خطفوها، فبتقول له رانجان مهاتاري واخواته، وكمان خاطفين بنات تانية غير بنتي، وبنعرف ان رانجان ده بيتاجر في البشر. بيسألها رانا ما بلغتيش الشرطة ليه واشمعنى جيتي ليا انا؟ فرينا بتقوله ان الشرطة متورطة في الموضوع وعارفين باللي بيحصل كله، والمعلومات دي عرفتها من اخوها لانه بيشتغل في المينا وعرف بموضوع الخطف ده، وكمان عرف ان في سفينة هتاخدهم لمومباي. وبيحاول اخو رينا ينقذهم، لكن رجالة رانجان بيمسكوه، وبيطلب رانا من المساعد بتاعه انه يتصل بواحد اسمه بندارة ويطلب منه 10 حراس، لكن بندارة بيقول له انه هيبعت له حارس واحد اقوى واذكى من 10 حراس، وهو انسب حد للمهمة دي واللي يبقى لافلي سينج. وبيتصل بندارة بلافلي وبيقول له سيب اي حاجة في ايدك وتعالى على المينا فورا، في بنات محتاجين ننقذهم علشان هيتباعوا في مومباي. لافلي بيقول له ان المكان ده في الغرب لكنه دلوقتي راكب القطر اللي متجه للشرق، يعني الاتجاه معاكس تماما، وبيطلب منه يشوف حد تاني غيره للمهمة دي، لكن بندار بيقول له ان دي خدمة للسيد رانا لو حد غيره كان شاف حارس تاني. وبمجرد ما بيسمع لافلي اسم رانا بياخد القطر التاني وبيروح فورا للمينا، وبيدخل لافلي السفينة اللي هيهربوا فيها البنات، وبيضرب كل رجالة رانجان وبيلاقي الحاوية اللي البنات فيها وبيخرجهم، وبيحاول رانجان يضربه بالنار لكن المسدس بيكون فاضي، وبيهرب رانجان واخواته من المكان بسرعة، وبيخلص لافلي المهمة بنجاح، وبيرجع لبندارة اللي بيكون مبسوط جدا منه وبيقول له ان من النهاردة انت رديت دين رانا اللي كان في رقبتك، لكن لافلي بيقول له انه عايش النهارده بفضل رانا ومهما عمل مش هيرد له الجميل. وبنعرف ان الست اللي انقذها رانا في بداية الفيلم هي ام لافلي اللي انقذها وهي حامل فيه. وبيقول بندارة لافلي ان رانا طلب يشوفه ولازم يروح له عشان عنده مهمة جديدة وهي حماية بنته ديفيا، لان بعد اللي حصل ده حياتها بقت في خطر، وبيديله صورتها وبيقول له دلوقتي جه دورك انك تنقذ بنت الراجل اللي انقذ حياتك. بياخد لافلي الباص اللي رايح لجينسنبور، وبيركب معاه واحد اسمه توسونامي سينج وبيقعد في الكرسي اللي جنبه، وبيجي بتاع التذاكر وبيطلع لافلي محفظته علشان يطلع التذكرة. هنا توسونامي بيشوف صورة ديفيا في محفظة لافلي وبيفتكر انه جاي علشان يقتلها، فبيتصل بمساعد رانا السيد شيخار وبيقول له في واحد معايا في الباص معاه صورة الآنسة ديفيا وباين عليه قاتل وشكله جاي علشان يقتلها. فبيتصل شيخار ببندارة وبيقول له ان في واحد في الباص اللي رايح لجيسن وشكله جاي علشان يقتل ديفيا، ودي معلومات اكيدة. وبيرجع بندارة يتصل بلافلي وبيقول له ان في معلومات بتقول ان في شخص رايح يقتل ديفيا وراكب معاك نفس الباص. لافلي بيقول له هدور عليه ما تقلقش، وبيجتمع شيخار بالحراس بتوعه علشان يأمنوا الفيلا لحد ما الحارس الجديد يوصل. وبتوصل صاحبة ديفيا بنت اسمها مايا وبيطلب منها شيخار انها تطلع لديفيا وما تخليهاش تتحرك من اوضتها، وبتروح لها مايا وبيقعدوا يتفرجوا سوا على فيلم رعب. وبيوصل الفيلا توسونامي وبيسأل السيد شيخار لو ديفيا بخير وبيقول له انها كويسة. بعدها على طول بتدخل الفيلا بنت اسمها سافيتا، ودي جايه الفيلا جديده علشان تشتغل طباخه، وفي الوقت ده بيدخل اوضه ديفيا خفاش، فبتصوت هي وصاحبتها وبيطلعوا يجروا بره الاوضه، والحراس هنا بيفتكروا ان القاتل موجود في الدور التاني عند ديفيا فبيطلعوا يجروا عليها. وبيوصل عند البوابه لافلي، ولما بيشوفوا توسونامي بيقول لهم انتوا رايحين فين؟ ده القاتل هنا. وبيسمعوا لافلي وبيفكر ان الحراس بيجروا ناحيه ديفيا علشان يقتلوها، فبيضربهم لافلي كلهم، وفجاه بيلاقي حد حاطط البندقيه في راسه وبيطلع السيد رانا. ولافلي بيعرفه بنفسه وبيقوله انه انقذ امه لما عملت الحادثه وبالتالي انقذ حياته، وبيقوله ان سينج ابويا كان بيشتغل عندك زمان قبل ما يموت. رانا بيقوله انه حاسس بالذنب علشان ما قدرش ينقذ ابوه، بيساله عن امه، لكن لافلي بيسكت وبيفهم رانا ان امه كمان ماتت.
وبيعتذر تسونامي من سوء الفهم اللي سببه انه كان مفكر لافلي قاتل وبياخده علشان يوريه اوضته. وبالليل بياخد رانا لافلي في جولة في الفيلا وبيقوله ان رانجان ده راجل ما عندوش ضمير ولازم يكون حذر. وبيقول له كمان ان حراسته لديفيا هتكون لفتره لحد ما تخلص الجامعه بتاعتها، وبمجرد ما تتخرج هيسفرها لندن علشان تتجوز وتعيش هناك. وتاني يوم بتجهز ديفيا علشان تروح الجامعه، لكن ابوها بيقول لها من هنا ورايح لافلي هيكون الحارس بتاعك، وكمان لازم تصحي بدري عن كده علشان هيعلمك ازاي تدافع عن نفسك. وبيروح لافلي معاها الجامعة وبيدخل قاعة المحاضرات وبيطلب منه الدكتور انه يقعد، لكن لافلي بيفضل مصر انه لازم يفضل واقف. الدكتور بيقوله لو ما قعدتش هطردك بره، فبيضطر لافلي يقعد قصادها. في الوقت ده ديفيا بتبقى قاعدة تبص عليه ومش مركزة في المحاضرة، فالدكتور بيرمي فيها قلم علشان تركز، لكن لافلي بيمسكه وبيرميه فيه فبيطرده بره. وبعد المحاضرة بتقعد ديفيا مع اصحابها وبتقول لهم انها عاوزة اي طريقة تخلي لافلي ما يلبسش بدلة، لانها شايفة ان شكله محرج وعادي يلبس حاجة مش رسمية يعني لانهم في الجامعة. وبالليل بيدخل لافلي الحمام، فبتستغل ديفيا الفرصة وبتحط المكوى على بنطلونه وبتحرقه، وبتقول للماء صاحبتها من بكرة مفيش بدلة اخيرا. وبتصحى تاني يوم وبتلاقي لافلي لابس هدوم حلوة لايقة عليه كحارس، لكن بتعرف من تسونامي ان لافلي صحى الخياط في نص الليل علشان يفصلوا الهدوم دي وياخدها لافلي للجامعة. وبيكون في واحد واقف بيراقبه من رجالة رانجان اللي بيتصل بيه وبيقول له انه لقى بنت رانا خلاص، لكنها مش لوحدها، في حارس معاها. وبيبدأ لافلي يدرب ديفيا وصاحبتها مايا ويعلمهم ازاي يدافعوا عن نفسهم. وبتبدأ ديفيا تتضايق من وجود لافلي وبتحس انه كبس على نفسها، فبتقول للمية صاحبتها انا عاوزة اخلص منه بأي شكل. وبتقول لها بما ان رقمي محجوب ومحدش هيقدر يعرفه هتصل عليه وافضل اضايقه. مايا بتقول لها بس هيكشفك وساعتها هتقعي في مشكلة، لكن ديفيا بتطمنها انها هتغير صوتها ومش هيعرفها. وبتتصل بيه وبيرد عليها تسونامي وبتقوله انا عاوز اكلم الحارس الشخصي لافلي، ولما بيسألها انت مين بتقوله انها حبيبته. فلافلي بيخلي تسونامي يقفل السكة في وشها لانه مش فاضي اللعب العيال ده. ومن الفجر بيصحي لافلي ديفيا ومايا علشان يتدربوا. وفي التمرين بتفضل تتصل بيه كتير لدرجة انه بيزهق وبيلغي التمرين. وبتتصل بيه تاني يوم الصبح وبتقوله انها من الجامعة ومعجبة بيه وبتحب لبسه الرسمي جدا لانه مخلي شكله مميز، لكن لافلي بيقول لها لو اتصلت بيا تاني هعرف انت مين وما تنسيش ان حارس. وبيقرر لافلي انه ما يلبسش رسمي تاني وبيروح معاها الجامعة، وهناك بتتصل بيه تاني وبتقوله ان اللبس العادي لايق عليه كتير، ولما بيسألها عن اسمها بتقوله شايا وبتقفل. وبيفضل لافلي يدور حواليه مين البنت دي، لكن بيلاقي كل بنات الجامعة معجبين بيه اساسا. وبيروحوا مع بعض بالليل ديسكو وبتستخبى ديفيا منه وبتتصل عليه وبتقوله انها عاوزاه يبعد عن البنت اللي بيحرسها دي علشان هي غيرانة عليه، وكمان هي معيناه حارس علشان تتمنظر بيه. لافلي بيقول لها ما تجيبيش سيرتها دي مسكينة وما تعرفش ان ابوها مأجرني اصلا علشان حياتها في خطر. وفجأة بيشوف رجالة رانجان داخلين الديسكو، فبيقول لها ديفيا دلوقتي في خطر اقفلي حالا. وبتبدأ ديفيا تقلق، وبالفعل واحد من العصابة بيمسكها بيضربهم لافلي كلهم. وبتتصل عليه وهو مديها ضهره وبتقوله انها اسفة وانها بتحبه. بيلف لافلي وبيحضنها وبتفتكر ديفيا انه عارف ان هي اللي بتكلمه، لكن بيطلع في واحد وراها كان هيضربها بالسكينة وبيقتله. وبياخدها وبيمشوا من المكان لانه خطر عليها. وبيقول رانا لافلي انه بعد ما قتل رجالة رانجان واللي منهم اخوه الصغير خلاص مش هيسكت، وانه عنده اخ كبير اسمه فيكرانت وده اخطر من رانجان، ولازم لافلي يكون حذر بعد كده. وبيوصل فيكرانت جنازة اخوه الصغير وبيستقبله رانجان وبيقوله انه ما بعتش اخوه هناك علشان يتقتل، هو اللي استعرض قوته على لافلي وقتله. وبيقوله ان لافلي ده يبقى ابن سينج اللي كان الحارس الشخصي لرانا، يعني الموضوع بيجري في دمه زي ابوه. لكن فيكرانت بيتوعد ليه وبيحلف انه هينتقم منه. وتاني يوم لافلي بيروح سكن الطلبة وتسونامي بيشيل لوحة مكتوب عليها اسم شايا على امل انه يلاقيها لانه بقى بيحبها. وبتعرف ديفيا بالموضوع وبتتصل عليه وبتقوله بتعمل ايه عند السكن، انا مش جاهزة لسه انك تعرفني. فلافلي بيقول لها براحتك خلاص خدي وقتك انا مش مستعجل. وبيتنكر تسونامي وبيدخل سكن البنات علشان يدور على شايا، لكن المسؤولة بتكشفه وبيتضرب علقة وبيقطعوا له هدومه. وساعتها لافلي بيعمل نفسه من بنها وبيقول له طريق السلامة انت بقى وبيسيبه وبيمشي. بيرجع تسونامي بعدها البيت وهو شايف كل حاجة اتنين، وبتاخده سفينة عشان تعالج جروحه. وبتضحك ديفيا عليهم وبترجع اوضتها وبتجيب كاميرا المراقبة وبتقعد تتفرج على فيديوهات لافلي لما كان بيضرب الحراس وتضحك.
وهنا بيدخل عليها وبيستأذنها ترن على التليفون، ولانه مش لاقيه في اي مكان ديفيا بتترعب علشان عارفه انه هيكشفها كده. لكن لحسن حظها في اخر لحظه بتيجي مايا وبتتصل عليه من تليفونها لحد ما بيلاقيه، وبتقول لها مايا لحد امتى هتكملي في التمثيليه بتاعتك دي؟ ديفيا بتقول لها الحقيقه اني بقيت بحبه فعلا، لكن مايا بتقول لها انت كذبتي عليه وهتجرحيه لما يعرف الحقيقه، لانه مش بيحبك انت، هو بيحب شايا البنت اللي اخترعتيها، وكمان بيحب ابوكي ومستحيل يخون ثقته، فالاحسن تنسي الموضوع لانه هيرفض علاقه زي دي من الاساس. فبتتصل ديفيا بيه وبتقوله انها عاوزه تقابله ضروري يوم الاحد الساعه 5، لكن بشرط واحد ما يجيبش معاه ديفيا. وبيتحمس لافلي انه اخيرا هيشوفها، والاول مره بيستاذن ديفيا لو وراه حاجه مهمه لحد بحجه انه عاوز يروح للدكتور، فبتوافق ديفيا وبتقوله انه مفيش حاجه وراها. وبيجي يوم الاحد وبتقول ديفيا لافلي انها عاوزه تشتري كتب، فبيقول لها ان عنده ميعاد مع الدكتور. ديفيا بتقول له هاجي معاك واستناك تخلص وبعدين هنروح المكتبه عادي، لكن لافلي بيقول لها انا هقابل الدكتور بره العياده، فبتقول له انه فاشل في الكذب ولازم يقول لها الحقيقه. فبيعترف لها انه رايح يقابل البنت اللي بيحبها ودي اول مره هيشوفها فيها. ديفيا بتقول له افرض انها ما عجبتكش هتعمل ايه؟ لافلي بيقول لها مش مهم شكلها، انا بحبها هي لشخصها ومش مهم حاجه تانية. فبتطلب منه ديفيا انها تروح معاه وبتوعده انها تقف تتفرج بس من بعيد. وبيوصلوا الحديقه ولافلي بيكون متوتر جدا لان دي اول مره يحب واحده، وديفيا بتقول له انا عندي فكره اعتبرني شاي وقول لي هتقول لها ايه علشان اقول لك ينفع يتقال ولا لا. فبيوافق لافلي وبيقول لها لما اعترفتي لي بمشاعرك في التليفون ما لحقتش اقول لك اي حاجه، لكن انا كمان بحبك. بتتاثر ديفيا وبتقول له لما تشوفها قول لها كده بالظبط وانا متاكده ان الكلام هيعجبها. وبينبسط لافلي وبيقول لها تمام بس لازم تستخبي دلوقتي علشان هي على وصول. وبتعيط ديفيا كتير وهي شايفاه واقف مستني شايا، وبتتصل بيه وبتقوله انها مش عاوزه تشوف وشه تاني لانها قالت له ما يجيبش معاه ديفيا وده كان شرطها الوحيد. لافلي بيقول لها ده سبب تافه انك تقولي مش عاوزه تشوفيني، وبعدين ديفيا نيتها ما كانتش سيئه ابدا، دي جت بس علشان تشوفك. فبتقول له انها شافت كل حاجه بينهم وشافته هو بيعترف بحبه ليها وبتقفل السكه. بيزعل لافلي جدا وبياخد ديفيا علشان يرجعوا البيت، فبتقول له ما جاتش ليه لسه شكلها زعلانه انها شافتني معاك، لكن لافلي بيقول لها هي بتحبني ومتاكد هتتصل بيا تاني. وتاني يوم تسونامي بيقول للافلي انه خايف وقلقان افرض سافيتا طلعت شايع. بيضحك لافلي عليه علشان عارف انه بيحبها وقلقان. وبتتصل ديفيا تاني يوم بلافلي وبتقوله انها عاوزه تتكلم معاه للمره الاخيره وبتعرض عليه انه يتجوزها، لكن لافلي بيقول لها لازم نتقابل وش لوش الاول، فبتقوله تعالى محطه القطر بعد ساعه. ولافلي بيقول لها المحطه بعيد وانا ما ينفعش اسيب ديفيا لوحدها لان سلامتها اهم من حياتي، فبتقوله لو اتاخرت هيكون اهلي خدوني بعيد. واللي ما تعرفوش ديفيا ان سافيتا بتكون واقفه وراه وبتسمع كل حاجه. واول ما بتمشي بتدخل مايا وبتسمعها هي كمان، وقبل ما بتقفل معاه بتقول له انها تستناه في المحطه. مايا بتقول لها ازاي تكلميه تاني، لكن ديفيا بتقول لها انا ما بقتش قادره اعيش من غيره خلاص. مايا بتقول لها قولي له الحقيقه دلوقتي حالا وخليه ياخدك لمكان بعيد عن هنا وانا هدبر كل شيء. في الوقت ده سافيتا السوسة بتتصل بأم ديفيا وبتقول لها إن ديفيا ولافلي هيهربوا سوا، رغم إن لافلي ما يعرفش حاجة خالص ولا يعرف إن ديفيا هي نفسها شايا. وبيعرف سيد رانا من مراته إن لافلي هياخد ديفيا بعيد، فبيتصل على تسونامي بيقول له ادي التليفون للافلي، فبيقول له تسونامي إنه في العربية مع مايا وسافيتا ومشيوا، والمفروض لافلي هيجي في العربية وراهم ومعاه ديفيا. بيتصل بسرعة على تليفون لافلي وبيقول له إيه اللي سمعته ده؟ أنا عارف إنك مستحيل تعمل فيا كده وتاخد بنتي وتهربوا، بس أنا عاوز أسمع الحقيقة منك. لكن ديفيا اللي بتكون ماسكه التليفون وبتقفل السكه في وش ابوها، زبوت الطينه بله يعني. وبيفضل يتصل كتير لكن ديفيا ما بترضاش ترد عليه. امها بتقول له انا قلت لك الواد ده مش سهل وحذرتك انت ما سمعتش كلامي. وبيجهز لافلي شنطته علشان ياخد ديفيا ويرجعوا البيت. وفي الوقت ده بتكون ديفيا قاعده في البلكونه وفجاه بتلاقي طياره هليكوبتر صغيره داخله عليها. الطياره شغاله بجهاز تحكم وفيها كاميرا مراقبه وبيتحكم فيها فيكرانت عن بعد. الطيارة قوية جدا لدرجة انها بتكسر الازاز وبيحاول بيها فيكرانت انه يقتل ديفيا، وبتفضل ديفيا تجري. وفي نفس الوقت رجالة فيكرانت بيضربوا نار على لافلي علشان يقتلوه. بينط لافلي من الشباك وبيضرب 2 منهم بالنار. بتنزل ديفيا بسرعه وراه لكنه بيقفل الباب وبيقول لها خليكي جوه، لكن لافلي ما يعرفش ان في جوه طياره بتهدد حياتها. وبتهرب ديفيا من الباب اللي ورا وبتفضل تجري والطياره وراها وبيشوفها لافلي. فيكرانت خلاص هيقتلها بالطياره لكن لافلي في اخر لحظه بيضربها بخشبه وبيفجرها وجزء منها بيدخل في رجل رانجان. فبيأمر فيكرانت رجالته يقتلوهم وبيطلع عدد كبير جدا منهم وبيجروا وراهم. وهم بيجروا بتقع ديفيا على الارض وبيكون في 2 وراها بيقتلهم لافلي. وبتستخبى ديفيا جنب الحيط وبيمسك البندقيه بتاعت واحد فيهم وبيبدأ ضرب الباقيين.
لكن للاسف بيقدر فيكرانت يمسكها وبيحط السكينه على رقبتها وبيمسك رجالته لافلي وبيثبتوها على الارض علشان رنجانا يدوس عليه بالعربيه. لكن ديفيا بتقدر تخلص نفسها وتزق السكينه من ايد فيكرانت، وفي اخر لحظه بيقدر لافلي يقوم ويخلع باب العربيه بمنتهى عدم الافواره طبعا وبيضرب رجاله فيكرانت. لكن اخو فيكرانت ورنجان بيرمي تراب في عين لافلي وبيكون مش شايف حاجه، وبيعتمد لافلي على الحاسه السابعه وبيشب مناخيره وبيضرب اخو فيكرانت. في الوقت ده رنجان ماسك ديفيا علشان ما تتكلمش. رنجان بيقول له احنا عداوتنا مع رانا وعيلته مش معاك انت، علشان كده هنعمل معاك اتفاق، وهو انك تسيب ديفيا لينا وتطلع من هنا عايش، وده معروف بنعمله علشانك مخصوص. لافلي بيقول له اعمل المعروف وما تعملش فيا انا معروف وخد دي، وبيرمي فيه طوبه بتخليه يلعب جمباز في مكانه. فبيشد فيكرانت ديفيا وايديها وبقها مربوطين وبيرميها على لافلي بما انه مش شايف علشان يقتلها. لكن ديفيا بتوطي وبتترمي في حضنه، وهنا فيكرانت بيجيب اخره فبيكسر ماسوره الميه علشان يضربوا بيها، فبتقع ديفيا وبتتخبط في الحيط وبيغمى عليها. فبيقلع لافلي القميص وبيقول عليا وعلى اعدائي، وبيضرب فيكرانت وبيقول له انا عداوتي ما كانتش معاك، كانت مع اخوك، لو عاوز تنقذ نفسك تقدر تجري دلوقتي وما ترجعش هنا تاني. لكن فيكرانت بيقول له انا مستحيل اسيب الشخص اللي قتل اخويا عايش، ولو مفكر نفسك بطل تعالى وريني. وبيضربوا الاتنين بعض علقه محترمه لحد ما بيرمي لافلي فيكرانت على حديد متعلق في الحيط وبيقتله، وبيحاول اخوه رنجان يقتله لكن لافلي بيقتله هو كمان، وبيشيل ديفيا وبياخدها علشان يرجعها لابوها. لكن فجأة حد بيضربه بالنار في كتفه وبيقع على الأرض وبيلاقي الرنا فوق دماغه، وبيقول له أبوك زمان ضحى بحياته علشاني، وأنت دلوقتي بتحاول تاخد بنتي مني علشان تنتقم، أنت خاين. وبيرفع البندقية علشان يقتله، لكن ديفيا بتقف قدامه وبتقول له إن لافلي أنقذ حياتي، أنت أكيد مفكر إنه حاول يهرب معايا، لكن الحقيقة إن البنت اللي بيحبها مستنياه في المحطة والمفروض يلحقها دلوقتي. لافلي بيقول له دي الحقيقة، الشاية مستنياني أروح لها، فبيسامحوا رانا وبيقول له امشي من هنا. فبيشكرهم وبيقول لهم انهم هيوحشوه جدا، لكن مهمته كده خلصت خلاص. وبيطلع يجري على المحطة علشان يلحق شاية، وبيدور في القطر لكن مش بيلاقيها. وبعدين بنشوف طفل راكب القطر وبيدخل عليه لافلي وبيقول له جهز نفسك بسرعة قربنا نوصل خلاص، وبنعرف انه ابن لافلي. وبياخد ابنه وبيروح بيت رانا اللي بيقول له انه مبسوط بنجاحه وانه شافه لانه سمع انه مسافر على كندا كام شهر، وبيتأسف له على المشاكل اللي سببها له. لكن لافلي بيقول له انه مسامحه وبيدعي له دايما ومش زعلان منه، وبيقول له ما سالتنيش عن ديفيا يعني. لافلي بيقول له اكيد كويسه، انا سمعت انها مسافره مع جوزها لندن، يا ترى عندها كام ولد دلوقتي؟ فبيرد عليه مساعد رانا وبيقول له الحقيقه ان ديفيا مش في لندن، ديفيا لسه هنا في الهند. وبتظهر ديفيا وبيسلم عليها لافلي وبيقول لها رجعتي امتى وجوزك معاكي وولادك ولا لا. فبيعرف ان ديفيا ما اتجوزتش لحد دلوقتي، وبيقول لها لافلي ازاي ده انا سمعت انك اتجوزتي، وكل مره بقول لمراتي ان الشخص اللي هيتجوزك اكيد هيكون محظوظ. رانا بيقول له مفيش حد لقيته زي ما بتقول كده لحد دلوقتي، ولما هي لقيته انا للاسف ما جاتليش الفرصه اعرفه، فبتطلب منه تتعرف على ابنه اللي بيكون مسميه سرتاج على اسم ابوها، وبينادي عليه علشان تشوفه. وهنا بتفتكر ديفيا اللي حصل اليوم ده لما مشي لافلي وابوها بعت ورا واحد وقال له لو لقيته قابل بنت في المحطه يبقى بيقول الحقيقه وسيبه، لكن لو لقيته بيكذب اقتله. وهنا بترجع ديفيا بسرعه على البيت وبتطلب من ماي صاحبتها تروح المحطه بسرعه لان لافلي مستنيها هناك، ولو ابوها ما لقاش بنت معاها هيقتلوه. وبتقول لها روحي قولي له ان انا بكون شايه، قولي له كل الحقيقه، ولو ما رضيش يصدق اتصلي عليا وانت هناك وانا هحكي له في التليفون. وبتروح ماي المحطه بسرعه وبيفرح لافلي لما بيشوفها وبيقول لها كنت قولي لي من الاول انك شايه. بتحاول مايا تقول له ان شايه بتكون ديفيا، لكنها بتشوف واحد من رجاله رانا واقف، ولو قالت كده هيتاكدوا ان في علاقه بينه وبين ديفيا وهيقتلوه. لكن لما بيحضنها الراجل رانا بيمشي، وبتتصل ديفيا كتير بمايا، لكن مايا بتطلع اصلا معجبه بلافلي، فبترمي تليفونها من القطر وبتقرر تستغل الوضع لصالحها وتسرق لافلي من صاحبتها. وبعد السنين دي كلها بتكتب مايا مذكراتها بعد ما ربنا عاقبها بمرض وخلاص كلها كام يوم وتموت، وبتدي المذكرات دي لابنها وبتقول له ما تعرفش ابوك حاجه علشان ما يكرهنيش. وبيقرا الولد المذكرات وبيعرف كل حاجه امه عملتها، وبيعرف ان ديفيا المفروض كانت تبقى مرات ابوه دلوقتي مكان مايا. وبالليل بتدخل ديفيا على الولد بتلاقيه صاحي، فبتقول له الوقت اتاخر صاحي ليه؟ فبيقول لها الحقيقه ان امي وحشتني جدا، ده كل الموضوع. وبيسالها لو متضايقه من امه، لكنها بتقول له اللي حصل حصل وانا سامحتها من زمان، انا يمكن متضايقه انها ما حاولتش بس تشوفني ولا مره. تاني يوم بيودع سرتاج ولافلي رانا وديفيا، لكن قبل ما يمشوا بيسال سرتاج ديفيا لو تسمح له ينادلها بماما بعد كده، وبيقول لها انا عاوزك تيجي معانا وتبقي انت امي.
لكن لافلي بيزعق له بيقول له ما ينفعش تقول لها كده تاني. سارتاش بيزعل وبيقول له لا ينفع وبيطلع يجري. وهنا لافلي بيتحرج جدا من اللي قاله ابنه وبيعتذر للسيد رانا وبيقول له سارتاش مؤدب ودي اول مره يقل ادبه بالشكل ده. رانا بيقول له ابنك مش قليل الادب، ابنك ضميره نضيف، وقال اللي كان نفسي اقوله وبيعرض عليه يتجوز ديفيا. لكن لافلي بيقول له ما اقدرش لانه لسه بيحب مراته اللي ماتت، لكنه بيغير رايه لما بتعيط ديفيا بسبب اللي قاله وبيروحوا المحطه سوا. لكن بيلاحظ لافلي ان سارتاج مش موجود، بيدور عليه وبيشوفه بيرمي كتاب في الزباله. سارتاج بيركب القطر وبيكذب عليه وبيقول له انه اتاخر علشان كان في الحمام، لكنه ما يعرفش ان ابوه شافه، فبينزل ياخد المذكرات وبيقراها وبيعرف ان شايا هي نفسها ديفيا، وبيحس بالندم ان كل السنين دي قضاها مع الشخص الغلط. وبيرن لافلي على ديفيا واول ما بترد عليه بيناديها بشايا علشان تفهم انه عارف كل حاجه وبتجري عليه وبتحضنه. وبكده بينتهي ملخصنا النهارده، والسلام.